صباح الهنا يا صباح الحب والسعادة والسرور، عاملين ايه حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، وحشتوني كتير حبايب قلبي. احنا شفنا وصفة كده تقريبا، او ماما اللي شافتها على فكرة، وشافتها والا ايه اما تعمليها وتجربيها يا ستي يهديكي يرضيكي. ابدا، هي مش اختراعي، ماليش دعوة، ماما اللي قالت عليها، هي شافتها وعايز تعملها، انا هعملها لها. ماشي ماشي يا ماما. ماشي لو ايه؟ ما نفعتش هتاكليها انتي. لا انا ما باكلوش، لا انت عارفه ما باكلش الزلي. لا انا ماليش فيه. لا لا يا حبيبتي، انتي ده اتشبطتي والحاجات دي اتصرفت على ليكي، يبقى انتي اللي تاكليها. ماشي. انت هتعملي كل الدور، انا اللي هصور وانا اللي هعمل وانا اللي هدوق وانا اللي هعمل وانت اللي ايه هتاكلي وانت وكله. كل حاجه. يمهل ولا يهمل. بصوا بقى يا جماعه، طبعا شفنا وصفه على ايه، ماليه بقى اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك وكله كله كله كله. تمام. اما جابوا الشماميه كده وقطعوها كده، الشماميه دي ناشفه ليه كده؟ ماشي، وجابوا الجيلي وحطوه جواها. هنجرب ونشوف ونقول وندوق ولا ايه، مش عارف يعني. يلا بينا، معانا سكينه اهي، ماما جايبه لنا سكينه ابو لهب. طب انا عايزه اقطعها، اميلها كده واقطعها. بسم الله. يا سيدي، الله الله عليك يا سيدي. مش عايز تقطع حته كمان؟ لا حلوه كده. يا سيدي يا سيدي، والله لو عارفين، والله لا، لو حلوه تبقى حلوه، لو حلوه تبقى حلوه، ما هتبقى حلوه. ايه ده كل ده؟ ماما خدي البذر والميه دي كلها رجعيهم للراجل وقولي له الميه الشمامه بتاعتك كانت مليانه بذر. طب والله يا جماعه تحس ان هما متقله، يعني الشمام والبذر، الميه والبذر دي متقله الشمامه. ايه ده؟ انا مش شايف يا جماعه، انا ما بشوفش، يا لهوي. ياه، نزلنا كل اللي في قلبها. ها، هي لو اتعملت بقى وطلعت حلوه هتبقى حلوه قوي، والعيال هيحبوها وبقى وايه وايه، قولوا ايه، قولوا ايه. طب انا كنت جبت مقوار ارحمني. انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا ما بنضفش الشمام، يعني انا عايزه اقول لكم ان انا باكله على الجاهز. انتوا عارفين امي ما بتحبش تنضف الرمان، فما بتجيب رمان بتقول انتي تعمليه، فمن هنا بقى بتيجي بقى ايه فكره ان انا ما بعملش رمان. انت بهدلتي الدنيا. يلا بينا. بصوا بقى، انا نورتها اهو، شايفين؟ فيهاش لب من جوه؟ نقنوه. مش هو انا حساكي. مش شايفه، حقيقي انا انا مش مش حساكي شايفه. بصراحه. لا ما فيهاش وقت. ها، لسه كنت هحلف، لسه كنت هحلف. ينفع؟ مش انا يا ماما، ايه ده؟ البذر ده بيجي نضفيها منين؟ حلو. هو البذر ده بيجي منين يا جماعه؟ خلاص كده مفيش تاني، والله ما فيه، مفيش اهو، مفيش. ماشي، هنوقفوها كده. مين اللي عمل كده؟ واحده اسمها ايه. اتقدم. معانا اي حاجه هنا، ماما جابت لي مكيال معرفش ليه. تمام. هنحطه بقى ايه يا جماعه؟ اللي انا شفته يعني، نحط نص كوبايه ميه سخنه. كفايه كفايه. ماشي. ومعانا باكو جيلي، انا بحب دريم عموما فجبته دريم. اللي بيحبوا اللي بتحبوه فانا شفتهم عاملينه بجيلي فراوله. بس انا يعني بعد ما قعدت مع نفسي كده، هو ليه جيلي فراوله؟ يعني انا بحب الفراوله، يعني ما كنتش هجيب برضه غير الفراوله، بس ما في، شفت فيه رمان، فيه بطيخ، في حاجات كده، في حاجات حلوه هناك. تمام. نجرب بقى كده، نحط كله كده، كله 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 كله. الله، يكون في حاجه. ايوه انا هتبقى فاضي شكل كويس يا ايه. ايه. انا فاضي كويس. ورجعي ده للراجل وقولي له خد الحاجه بتاعتك فاضيه. ماشي. هنقلب بقى يا جماعه كده في الميه السخنه، حلوه قوي. بصوا بقى كده،
اللي جرب يا جماعه الوصفه دي وعجبته ولا او ما عجبتوش يعني يكتب لي ايه انطباعه. انا عايزه اقول لكم يعني اكيد كنت هبقى اكلتها، يعني عشان انزل لكم الفيديو ده وتشوفوه هكون انا اكلتها بقى. هم لا مام لا مام، هم لا مام لا مام. تمام، مش حد ماما حبه. اوكي اوكي اوكي. اوكي. طيب خلاص دب. نو. لسه. هو انت اللي حاسه ولا انا؟ الله، بس أنا اللي شايفة. شجر الفراوله عايريني، انا ما بشوفش، انا ما بشوفش. اعمل لك ايه طيب؟ امي بتعيرني يا جماعه عشان عينيا وجعاني. تمام، نحطه بقى عليه ايه بقى، ايه، نص كوبايه ميه. طبعا دي مش نص، ماما متوصيه بينا شويه. بس كده. الله عليك يا سيدي. يلا بينا، يلا بينا. تعالي يا حبيبتي. يا لوحي انت عذبوا فيكي قلبي انا. ايوه، بعد ما اعبيها وتقوم مايله على جنبها ومغرقاني، ده هتبقى ايه؟ هنا. بسم الله. مش عايزين نرمي بره. ما انت عارفه ان انا عندي مشكله في النظر، اعمل ايه؟ خشي جوه يا طيب بنتي شويه. اهو اتملت اهي يا جماعه، اهي. تمام، انا بقى احطها تسقع وتجمد ونصوروها بعد ما بعد الحبشتكمانات بقى. يلا باي مؤقتا. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا دي قعدت يوم كامل في الفريزر ومش عايزه تجمد. ليه؟ لان تقريبا الشمام نفسه بيفرز ميه على الجيلي فما بيمسكش. طبعا دي كانت اسوأ حاجه. طيب هنجرب برضو، مش هنحكم دلوقتي، هنشوف. يلا ماما قطعها لنا. ماما جايبه لنا سطور بتقطع بيه. بسم الله. طبعا في اخر محاوله خلاص حطيناها في الفريزر. تمام، زي ما انتم شايفين كده. شايفين مش ماسك خالص بقى، مع ان بقالها اكتر من ساعه في الفريزر. طبعا دي اسوأ حاجه للشمام طبعا، عشان انا احط شمام في الفريزر كشمام نفسه هيبوظ، يعني هيحل كده، هيبقى كله ميوني فمش هيبقى لطيف. فبجد هي لا، هي تجربه غير لطيفه خالص. انا لسه ما دقتش، بس هي عن دوقان يعني هي مش هتفرق شمام وفي جيلي. لكن انا يعني مثلا عندي ضيوف او اقدمه لضيوف او بتاع، لا مش لطيف خالص. يعني بصوا شايفين، بهدله بهدله. يعني انا تجربه انا ما انصحش بيها يعني. شايفين بيقع ازاي؟ شايفين؟ خلاص يا ماما ما تكمليش. تمام، فده طبعا نهايه الفيديو بتاعي. لا، هي تجربه غير لطيفه خالص 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 خالص، وما انصحش باي حد يجربها يعني. كل ده شغل تصوير وحاجات زي كده. فيلا اشوفوا وشكم بخير في فيديو جديد، وما تنسونيش في الكومنت والاشتراك. لو الفيديو عجبكم اكتبولي، او اللي جرب الوصفه ونجحت معاه غير كده يكتب لي برضو، او لو انا عامله غلط في الوصفه يقول لي برضو. يلا اشوفوا وشكم بخير، وكان معاكم آية محمود، ويلا باي.